يوم في حياه بنوته متجوزه. دي هتكون تنظيفه يوم الخميس 6/11. لي فطار وفطرت وخدت معاه شويه مكسرات عشان تديني طاقه. كان بقالي كام يوم حرفيا ما حطيتش ايدي في المطبخ. شلت كل حاجه بقى وغسلت الرخامه كويس. يا جماعه ده بديل الرخام وعمره ما يتاثر بالميه ولا الحراره. اكتر مرحله ببقى فرحانه ان انا وصلت لها لما الحوض بيكون بالمنظر ده. الحمد لله خلصت المطبخ كله. المطبخ نضيف بيحسسني ان الشقه كلها نضيف. الاكل النهارده كان خفيف ودي اكتر اكله انا بحبها. احلى واحده تاكله من ايديها مسقعه. كل اللي سالني انا جايبه منين شجرتي الجديده، فانا نزلت لكم الريل اللي قبل ده فيه كل التفاصيل. عندي بقى شويه غسيل كتير كده. انا بحط الغسيل متطبق في الغساله وده لانها بتاخد غسيل اكتر. وطبعا من يوم ما استخدمتش تات كلورو بقيتش اشيل هم الغسيل انه يبهت على بعض. حطيت كل الغسيل بقى في الغساله. سبتها بقى تاخد بروته كده مع نفسها. حرفيا اكتر يوم بيبقى تقيل على قلبي هو يوم الغسيل. انا بقى كنت بوريكم الاصدار اللي كلكم سالتوني عليه اول ما نزلت الستوري. هعرفكم كل التفاصيل في الريل الجاي. الحركه المتهوره اللي انا عملتها ان انا قصيت شعري لانه كان حرفيا بيقع. اول واحده جاوبت صح بعت لها هديه كاش. استنوا مسابقات تانية كتير. بعدين عديت على محل الاكسسوارز ده موجود في كفر الزيات اسمه كيتي وموجود فيه كل الحاجات الستاندرد. روحت بقى وحضرت بيجامه وكده يكون يومي خلص. واستنوني في يوم جديد في حياه منونه. باي باي.